اتجوزت وربنا كرمها بعيال وقعدت سنين وما حصلش نصيب، طلقت، بقت شخصيه وحشه، بقت بني ادمه مش كويسه، بقى لها ناس مش كويسين؟ اكيد لا. ليه بنحكم عليها بكده؟ اصلها مطلقه، ما هي دي مش وصمه عار، دي مش وصمه عار في سجلها. ان ربنا نفسه حلل الطلاق، وهو قال لك ان ابغض الحلال عندي الطلاق. يعني هو يعني رب مش حابه، مش حابب ان هو يحصل، بس حلال ما هوش حرام. فهي دلوقتي انا عملت مشروع والمشروع ده فشل، هيفضل بقى طول عمري يا امه مشروع فاشل، يا امه مشروع فاشل، يا امه مشروع فاشل؟ ما هو الجواز ده مشروع، يا ينجح يا يفشل، لعل وعسى ان الطرفين ما اتفقوش، لعل وعسى طرف مش كويس مع طرف يعني مش شرط الله اعلم باسباب ايه، تعددت الاسباب والطلاق واحد ايا كان. فبنغير نظرتنا للست المطلقه ونحترمها، مش اكتر من كده.